هل فكرت قبل كده تعمل محتوى عن كريستيانو رونالدو من غير ما تقع في حقوق النشر؟ 5 things nobody knows about Cristiano Ronaldo. Ronaldo had a racing heart condition at 15, which required surgery and could have ended his career. He's donated significant amounts to various causes, including paying for a child's brain surgery and funding a cancer center. Ronaldo values education, even hiring a private tutor for his son. He has spoken about the importance of managing mental health despite the pressures of fame. Ronaldo maintains his fitness with a high-protein diet, avoids sugar, and prioritizes sleep and naps. اهلا بيكم في قناه AI مكاوي. انا محمود المكاوي وده فيديو جديد لينا على القناه هنا. محتوى اخبار كرة القدم من اكتر المحتويات اللي عليها طلب كبير جدا، وهي بالتالي بيبقى عليها نسب مشاهدات مش طبيعيه، وده نتيجه ان الناس بتهتم جدا باخبار النجوم اللي زي كريستيانو، نيمار، ميسي، صلاح، ابراهيموفيتش، كل النجوم دي. لكن دايما اللي بيعطل الناس عن موضوع الاخبار كرة القدم ده وان يعملوا محتوى عليها هي موضوع الصور، وبيبقى الخوف دايما ان الفيديوهات يجي عليها حقوق نشر نتيجه استخدام صور معناش حقوق ليها. والنهارده بقى انا جايب لك حل للموضوع ده، وهو طريقه صناعه محتوى امان بنسبه 100% من موضوع حقوق النشر ده، وهنحط فيه صور لكريستيانو عادي جدا، وهنعمل كل ده عن طريق الذكاء الاصطناعي من صور وسكريبت وكل الكلام ده. وازاي بقى نعمل فيديو احترافي يعدي من حقوق النشر ويبقى زي الفيديو اللي شفناه في الاول ده. والطريقه اللي هنتكلم بيها النهارده دي هي لاول مره، وحاجه غريبه جدا انها طريقه مجاني 100%، ولا حتى بعد فتره تدفع فلوس، ولا فيها باقه مجانيه بعد كده بتدفع، ولا كل الكلام ده. الفكره بس المحتوى ده فيه كذا خطوه كده وبتتعب عليه شويه، وعايز اقول لك دايما المحتوى اللي بينتشر وبينجح هو المحتوى المتعوب عليه مش السهل اللي يتعمل. فاحنا دايما عايزين نجيب محتوى يكون فيه افكار غريبه كده وافكار مش موجوده كتير على السوشيال ميديا، عشان في الاخر ان احنا ننتشر ونبقى مميزين وسط الناس. وعايزك بقى تركز في الخطوات اللي معايا كده واحده واحده عشان ما تتوهش مني. وطبعا اول حاجه تعملها انك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس، وتنضم لجروب التليجرام بتاعنا اللي عليه دعم مجاني 24 ساعه لاي استفسار عايز تقوله، سواء في الفيديو ده او في فيديو تاني او في اي سؤال تاني عملناهوش حتى في فيديوهاتنا، بس يكون في المحتوى بتاعنا يعني. ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الشغل. اول خطوه معانا هنروح على شات جي بي تي، وهنروح نساله ونقول له ان احنا عايزين 5 حاجات عن كريستيانو رونالدو محدش يعرفها، او معلومات نادره على كريستيانو رونالدو ايا كان. زي ما انتم شايفين دلوقتي هيدينا 5 حقائق كده عن كريستيانو رونالدو. طبعا هم كتير جدا ان احنا نقولهم في شورت او في ريل او كده يعني. وبعد كده هنكتب له ان احنا عايزين نعمل شورت السكريبت ده، عايزين نقلل السكريبت ده شويه، وفعلا هيرد علينا وهيدينا 5 حاجات لكريستيانو رونالدو بشكل بسيط وشكل حلو. اول حاجه ان هو كان عنده مشكله في القلب وعنده 15 سنه. ثاني حاجه على التبرعات اللي هو بيعملها. ثالث حاجه ان هو بيركز جامد جدا على التعليم مع ابنه وكده وجايب لابنه مدرس خاص. رابع حاجه المنتال هيلث والحاجات دي كلها ان هو كان بيهتم بيها. وخامس حاجه بقى اللي هي الصحه والدايت والبروتين دايت والحاجات دي كلها. بعد كده بقى بما اننا عايزين دلوقتي صور مناسبه للكلام ده كله ولكل موقف من المواقف دي، فاحنا هنقول له ان احنا عايزين برومتس لموقع ليوناردو، وعايزين لكل موقف من المواقف اللي فوق دول او كل قصه من القصص اللي فوق دول، كل قصه لها صوره معينه. فاحنا عايزين برومت مناسب نديه لموقع ليوناردو بيشرح كل قصه من القصص اللي فوق دول. طبعا عايزين الصوره لازم تكون حلوه وتكون موضحه الموقف كله كامل. شات جي بي تي هيرد علينا وهيدينا في ال5 حاجات دول كل واحده فيهم هيديلنا برومت تدخله على موقع ليوناردو زي ما انتم شايفين كده. فهناخد اول برومت معانا اللي هو بتاع مشكله القلب اللي هو عنده 15 سنه دي، فهناخدها كوبي. بعد كده هنروح على موقع ليوناردو، وهنختار اي ايمج جنريشن، وهنحط البرومت بتاعنا فوق هنا بالشكل ده كده، وهنختار هنا الشكل هنختار ان هو يبقى سينيماتيك. وبعد كده هندوس على جنريت. زي ما انتم شايفين كده ظهر لنا 4 صور. طبعا كل صوره من دول دي اللي هي بتوصف مثلا طفل صغير في سن 15 سنه في شكل رونالدو وهو في مستشفى مثلا وهو صغير. فاحنا ممكن ناخد الصوره اللي على الشمال دي، انا شايف انها شكلها حلو. بعد كده هناخد البرومت الثاني اللي هو بتاع التبرع والحاجات اللي هو كان بيساعد بيها الناس وكده، فهنروح ناخده بالشكل ده كده، وهنروح على ليوناردو وهنعمل نفس القصه، وهيظهر لنا ال4 صور اللي قدامكم دي. ممكن برضو نختار اي صوره، ممكن نختار الصوره اللي على الشمال دي اللي هي صورته معاه بنتين كده وعامل تبرع، وباقي الصور كلها هنعمل فيها نفس الطريقه. ولو رحنا بقى جبنا الصوره الثالثه اللي هو بيهتم بتعليم ابنه وكده وجايب له مدرس شخصي، فانت عندك مثلا الصوره الاولانيه او الثانيه اللي على الشمال دول ممكن تاخد منهم صوره. بالنسبه للمنتال هيلث ممكن تختار صوره من الصور دي، ودي صور ثانيه عملناها برضو على المنتال هيلث كده اللي هو وقت اللي بيقعد يفكر فيه مع نفسه وكده، ممكن برضو ناخد صوره من الصور دي. وبعد كده الصوره الاخيره بقى اللي هي بتاعت الجيم والرياضه والصحه وكده، برضو عندك 4 صور اهم فوق ممكن تختار منهم، وبعد كده 4 صور تانيين. ودلوقتي اتعلمنا نجيب الصور ازاي ونحط البرومت فين وكل القصه دي. طبعا هنا عندك كذا ستايل ممكن تختاره، ممكن تختار اللي هو انا بحب السينماتيك ده بصراحه. في عندك كذا حاجه تانية ممكن تقعد تجربها برضو لحد ما توصل الصوره اللي هي شكلها حلو وتحس انها قريبه من الطبيعيه، وفي نفس الوقت تتفادى حقوق الطبع والنشر لصور كريستيانو الاصليه اصلا.
وبعد كده هنروح على موقع ليفل لابس، هو موقع برضه التسجيل عليه والشغل عليه كله مجاني، وهندخل السكريبت اللي احنا جبناه من على شات جي بي تي، بس هنكتب قبلها 5 اشياء ما حدش يعرف عنها حاجه عن كريستيانو. بعد كده هندخل السكريبت زي ما هو موجود كده بالظبط. بعد ما نخلص هنختار هنا الصوت اللي احنا عايزينه، عندنا هنا اصوات كتيره جدا، نختار اي صوت احنا عايزينه. بعد كده نروح ندوس على جنريت. بعد ما يخلص جنريشن هتعمل داونلود للفويس اوفر من تحت من هنا، وكده خلاص الفويس اوفر بقى معاك. وبعد كده هنروح على كاب كات، وكاب كات هو اللي هيتولى موضوع المونتاج، ومونتاج مش هياخد دقيقه. اول حاجه هنعملها ان احنا نقوم منزلين الفويس اوفر تحت. بعد ما ننزل الفويس اوفر معانا تحت على التايم لاين، ممكن نلاقي مثلا ان في حته هتلاقي المسافات بينها طويله. طبعا الشروط اللي ظاهره دي ده الترددات بتاعه الكلام، يعني دي الحته اللي في النص فاضيه دي، يعني دي حته الفويس اوفر ما كانش فيها كلام زي كده مثلا. فاحنا كل اللي هنعمله ان الحته الفاضيه دي هنروح نقف فيها وهندوس على كنترول بي، وبعد كده نقف عند الحته الفاضيه اللي في الاخر وندوس على كنترول بي، وبعد كده نروح نعمل الحته دي ديليت عشان الكلام كله يبقى ورا بعضه ومفيش فيه فواصل. وهنعمل كده مع كل المقاطع اللي موجوده. بعد كده هننزل الصور بتاعتهم من فوق وهنرتبهم طبعا بقى بالترتيب اللي عجبنا. بعد كده زي ما انتم شايفين كده هننزل الصور كلها على التايم لاين، وهنتحكم بقى في مقاس كل صوره على حسب الكلام اللي موجود. يعني هنمشي مع الكلام اللي موجود في الفويس تحت، وساعتها هنحط الصوره. يعني لما يجي يتكلم عن الموضوع الاولاني هنحط الصوره الاولانيه اللي هي بتاعت القلب، لما يجي يتكلم بعد كده على موضوع التبرعات هنحط الصوره بتاعت التبرعات. وكل ده من هنا سهله، هتقعد تزودها كده او تقللها، الموضوع ده مفيش اسهل منه. بعد ما حطيتهم بالتنسيق ورا بعض، فانت دلوقتي محتاج ان انت تنزل موسيقى. هتروح فوق على اوديو، هيبقى عندك موسيقى كتيره جدا، هتختار اي موسيقى عجباك في كل الموسيقى دي وتحطها هنا، ممكن تسمعهم وتقعد بقى الموسيقى اللي تعجبك في الاخر تحطها. بعد ما هننزل الموسيقى تحت هنا طبعا هتبقى طويله شويه، فهنروح نقف عليها كده في الاخر وهندوس على كنترول بي، وهنمسح الحته الاخيره اللي هي في الجنب دي. بس كده لازم كلهم يبقوا على نفس اللاين كده. خلاص احنا غالبا خلصنا كل حاجه. بعد كده نروح ندوس على تكست، وهنختار اوتو كابشنز، يعني الكلام اللي يظهر كابشنز على الصوره. هنختار اوتو كابشنز. بعد كده هنروح ندوس على جنريت. وبعد ما عملنا جنريشن للكابشنز عن طريق كاب كات، لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان الكلام محطوط في نص الصوره ولونه مش حلو. يعني لو جينا بصينا هنلاقي ان الكلام محطوط تحت كده بسكيل صغير جدا، وكمان لونه ابيض فلونه مش واضح، فشكله مش حلو كده. فاحنا عايزين نغيره. اول حاجه ان احنا هنجيبه هنشده وهنحطه في نص الصوره كده. بعد كده هنروح فوق على تمبلتس، ونختار هنا بقى اي تمبلت عجبانا. فانا هختار مثلا اي واحده فيهم، هختار دي مثلا اللي هي الخضره دي. وانت طبعا ممكن تعدل براحتك وتختار التمبلت اللي انت عايزها. بعد كده تطلع فوق مثلا عايز بقى الفونت بتاعها تزوده تقلله كده، عندك عادي براحتك تعمل اللي انت عايزه. من هنا برضو ممكن تقلل الفونت او تزوده 18 20 ايا كان انت عايزه ايه. كده خلاص احنا خلصنا كل حاجه، فاضل بس الانيميشنز اللي هنعملها على كل صوره، ودي مهمه جدا عشان بتشد الانتباه قوي. هنروح نقف على اول صوره، بعد كده هنروح ندوس على انيميشن فوق على اليمين. هنلاقي في ان واوت وكومبو. ان دي يعني دخول الصوره، اوت دي يعني خروج الصوره ازاي لما تتنقل من مقطع لمقطع، واوت دي كومبو اللي هي دخول وخروج. فدي اللي احنا هنختارها. فهنا بقى هنختار، عندنا اشكال كتيره جدا للانيميشنز، هنشوف بقى الانيميشنز المناسبه لينا وهنختار فيهم لكل واحده. فهنختار الصوره الاولانيه مثلا ده، وبعد كده نروح نختار الصوره الثانيه اي انيميشن ثاني عجبنا وبس. وهنعمل كده في كل المقاطع. والثالثه برضه هنروح نفس الكلام وهنختار انيميشن ثاني، ممكن بقى ده مثلا اي انيميشن موجود من عندنا، بس بالشكل ده كده. حاجه كمان برضو نعملها عشان تشد الانتباه كده في الاول، هنروح نكتب في السيرش بتاع الساوند افكت ووش. ووش دي ميزتها ان في الاول الفيديو كانها بتشد الانتباه او بتجبرك تكمل الفيديو، او هي دي ميزتها بصراحه. فاحنا هنروح نشد اي واحده من حاجات الووش دي، تشوف اكتر واحده مناسبه يعني. وبعد كده هننزل نحطها تحت في الاول هنا خالص. بعد كده هنحرك الميوزك دي للجنب شويه، وهنطلع الووش دي مكانها، وهنحط الووش دي الاول. بعد كده الموسيقى تشتغل معانا. دلوقتي خلاص احنا خلصنا كل حاجه. ممكن مثلا لو احنا عايزين نغير بقى شكل الفونت ده مش عاجبنا بتاع الكابشنز اللي موجوده، فهروح اغير الانيميشن مثلا اللون ده، اللون الازرق ده مثلا، ممكن ده شايفه احسن من الثاني يعني، ايا كان بقى. بعد ما خلصنا كل حاجه هنروح ندوس فوق على اكسبورت، وبعد كده نختار ريزوليوشن يبقى 4K بالشكل ده كده. بعد كده هنروح ندوس على اكسبورت. 5 things nobody knows about Cristiano Ronaldo. Ronaldo had a racing heart condition at 15, which required surgery and could have ended his career. He's donated significant amounts to various causes, including paying for a child's brain surgery and funding a cancer center. Ronaldo values education, even hiring a private tutor for his son. He has spoken about the importance of managing mental health despite the pressures of fame. Ronaldo maintains his fitness with a high-protein diet, avoids sugar, and prioritizes sleep and naps. وده هيبقى شكل الفيديو بعد ما خلصناه وعملنا عليه شويه تريكات وحركات بالانيميشنز والكابشنز وكل الكلام ده. وبنفس الطريقه دي بقى بالظبط انت ممكن تعمل محتوى عن اي حد انت عايز تعمله، اي شخصيه عامه، سواء بقى لاعب كوره، سواء ممثل، سواء سياسي، سواء رئيس، سواء اي حد عايز تعمل له. والمحتوى ده ميزته ان هو محتوى خفيف وما بياخدش وقت، وبيبقى مدته 30 ثانيه، وفي نفس الوقت اللي بيتفرج عليه بيسمع معلومات غريبه ما سمعهاش قبل كده. وخلي دايما المحتوى بتاعك يبقى عباره عن مثلا 5 حقائق ما حدش يعرفها عن كذا، وكل حقيقه مثلا ما تاخدش حوالي 7 8 ثواني ولا حاجه، عشان في الاخر يوصل يبقى 40 ثانيه كده، ما يبقاش اكتر من كده يعني، عشان اللي بيتفرج ما يملش من الفيديو.
وكده خلاص احنا خلصنا الفيديو بتاعنا، وزي ما شفتوا احنا عملناه بطريقه مجاني 100%. ولو في اي نوع محتوى تاني عايزين تعملوه شايفينه انه صعب وهياخد طرق صعبه ومواقع صعبه وكده، فيا ريت تبعتوا لنا الفيديو اللي انتوا عايزيننا نعمله ده على جروب التليجرام، وعشان نعمله معاكم خطوه بخطوه، وهنشوف اكتر فيديو الناس عايزاه او اكتر نوع محتوى الناس عايزاه وهنعمل عنه فيديو وهنشرحه خطوه بخطوه، وهنعمله سواء الفيديو ده هيتعمل بطريقه مجانيه او هيتعمل بطريقه مدفوعه. ولازم تبقى عارف دلوقتي ان صناعه المحتوى هي بقت اكتر حاجه رقم واحد في حياتنا، والناس كلها قاعده على السوشيال ميديا 24 ساعه بتتفرج على صناعه محتوى، فانت لازم ما يفوتكش الموضوع ده. ولو هتعرف تظهر بوشك وبصوتك اكيد يبقى احسن طبعا، بس لو مش هتعرف او خايف او متردد او كده، فعلى الاقل ابدا بصناعه محتوى عن طريق الذكاء الاصطناعي زي انواع المحتوى اللي احنا اتكلمنا عليها في فيديوهات تانية قبل كده. وطبعا لازم تكون فاهم ان الموضوع مش في يوم وليله، يعني انت لو بدات ممكن تاخد لك مثلا حوالي 6 شهور 8 شهور ايا كان لحد ما توصل لنتيجه. فبرضه في الموضوع ده في ناس كتير قوي بتستعجل، فيعني الاستعجال ده هو اكتر حاجه هتضرك. يعني يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتس ايه رايكم في المحتوى اللي احنا بنقدمه، سواء بقى بالسلب او بالايجاب، بس يا ريت تشكروا يعني. ولو في حاجه سلبيه قولوها برضه عشان نطور من نفسنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، وان شاء الله نشوفكم على خير. سلام.